كلنا بنسمع عن سحر قلب الحبيب وبنقول عليه تفاهات وما بيحصلش. النهارده اكد لكم ان دي مش تفاهات، واللي بيتصاب بالسحر ده بيتبهدل جدا. اسمع حكايتي وما تروحش في حته. النهارده في عظمه. صحيت على صوت خطوات، قلقت ببص اشوف مين، لقيتها مراتي وعشقتي جنبي على السرير. قالت لي هاني انت ايه اللي بتعمله ده؟ ومين دي؟ قلت لها استني بس افهمك. قالت لي تفهمني ايه؟ انا كنت واثقه فيك، كنت فاكره انك بتحبني، قلت لك اهدي هحل المشكله اهدي. وجريت نادى من قدامي وطلعت الصاله وقالت لي بره انت والزباله اللي معاك. قلت لها طب اهدي بقول لك، صوتك عالي والجيران هتسمع. قالت لي ايه؟ جيران؟ هو انا همك عشان يهمك جيران؟ اطلع بره يا بجح يا اللي ما عندكش دم. وطلعت وعشقتي جريت، ونادى مراتي لمت كل هدومي ورميتها على السلم وقالت لي ما اشوفش وشك تاني، انت من النهارده مت بالنسبه لي. قلت لها يا دي الفضايح، ما تكبريش الموضوع قوي كده، ده طبع فيا، هعمل ايه يعني؟ ما تروقي يا رؤى. قالت لي رؤى هتقابلك في المحكمه يا خاين. وخدت شنطه هدومي وقلت روح الشغل عشان ما تبقاش خربت من كله، لان لو ما رحتش يوم ممكن اتفصل، لان انا ومدير احباب قوي. واول ما دخلت الشغل لقيت صلاح صاحبي في وشي. ايه ده شنطه هدوم؟ هو انت مسافر؟ هاني اوعى تكون خونتها تاني. حصل عليا النعمه تستاهل اللي بيحصل فيك، انت مفيش منك رجا، انت نكبه على اي حد تعرفه مش مراتك بس. قلت له فكك بقى يا عم الشريف يا اللي ما بتغلطش، سيبني شوف هعمل ايه النهارده. صلاح قال لي نصيحه لله، النجاسه اخرتها وحشه بجد، فكك يا هاني. قلت له بحب الستات قوي يا اخي، طب اعمل ايه؟ والتليفون رن. ايوه المدير قال لي تجيلي حالا. قلت سلم يا رب، مش ناقصاك دلوقتي خالص. ورحت مكتبه. قال لي استاذ هاني كذا مره انبهك على طريقه كتابتك للمقال، في ناس كتيره بتهاجم الجريده بسببك انت بس. قلت له بقول لحضرتك ايه، هي دي طريقتي ومش غيرها. قال لي يا بني ادم انت عايز مشاكل للجريده ولا ليك؟ مش فاهمك، اي حد بتكتب عنه بتهاجمه بطريقه مستفزه وده بيعمل لنا مشاكل. مالك يا حبيبي في ايه؟ قلت له يا سياده المدير طلبتني ليه؟ اؤمر. طلبتك عشان تشوف الشكاوي اللي جت من المقالات بتاعتك وما تعيدهاش تاني. قلت له بدل حضرتك عايز حقك قوي كده اديني حقي، انا بقالي 4 اشهر ما قبضتش، انا جبت اخري من السلف من كل الناس، الشكاوي مش هتاكلني ولا تشربني. هاني الاجتماع خلص، اتفضل اطلع بره. ورجعت مكتبي وقلت لصلاح بجح قوي، ولا بيقبضني ولا عايز نكتب براحتي. صلاح قال لي اكل العيش ما فيهوش اختيارات يا هاني، اسمع اللي بيقول لك عليه وخلاص، مشي الدنيا. قال لي بس عارف ساعات بحس ان عنده حق وانك ما تستاهلش انك تعيش، انت اصلا كلك بتاع حوارات وبتاع نسوان، يعني بتاع مشاكل. يا عم بحبهم بموت فيهم، الستات دول حياتي. قال لي كلامك صح بس هيجيبوا اجلك. قلت له بقول لك ايه، فكك بقى من كل الكلام ده، انا هاجي ابات عندك النهارده. صلاح قال لي بات عندي انا؟ مش هيحصل طبعا الكلام ده. قلت له ايه ده، انت بتتكلم بجد ولا ايه؟ امال هروح فين؟ قال لي جد الجد، انا خايف انزل من هنا تجيب لي واحده من هنا، انا ساكن في مكاني بقالي 40 سنه، ده بيت العيله، وبصراحه اخاف منك طبعا. قلت له ايه ده يا صلاح، حتى انت بعتني؟ معلش يا هاني يا اخويا، حقي برضه اقلق منك. قلت له حقك ماشي، وبما انك صاحبي انصحني ابات فين؟ قال لي بما انك معكش فلوس وانا اسلفك كالعاده، عندي مكان رخيص قوي ممكن تبات فيه، واقول لك حاجه حلوه جنب بيتي. قلت له اي مكان يا عم صلاح، انا في الشارع دلوقتي. قال لي خلاص بعد الشغل نروح نشوفه. مش طايقك يا اخي. قلت له استنى بس قبل ما نشوفه، هو سعره كام؟ قال لي اليوم ب 70 جنيه. قلت له اليوم ب 70 جنيه؟ 70 جنيه بس؟ انا في اليوم بفطر ب 70 جنيه اصلا، انت اكيد بتهزر، اخلص بقى قول بجد. قال لي بذمتك انت شايف ان دلوقتي وقت هزار؟ احنا عايزين مكان يلمك، انا كل اللي هسلفه لك 1000 جنيه تمشي حالك اسبوع. قلت له عندك حق، نبص عليه مش هنخسر حاجه. وفعلا رحنا سوا بعد الشغل، لكن لقيت البيت زي ما يكون كان مولع قبل كده او في حريقه، كان شكله غريب ومخيف جدا. قلت له ايه ده ان شاء الله من بره كده، امال من جوه عامل ازاي؟ بقول لك يا صلاح انا مش هخش اصلا، نروح نشوف مكان تاني.
قال لي احنا جينا خلاص، تعال نخش البيت ونشوفه، هتخسر ايه يعني؟ قلت له بقول لك يا صلاح انا مش مرتاح، يلا بينا يا عم من هنا. قال لي يلا انت اقرع ونوزي ماشي حالك عشان تعرف تعيش. قلت له طبعا كل ده عشان ما اجيش بات عندك، بس ماشي. قال انا ممكن اسيبك في الشارع ما اجيبكش عندي، انت هلاس يالا، انت موتك افيد لناس تانية. قلت له بس كده خلاص يا صلاح، انا اطمنت انك صاحبي. قال لي اتريق، ما انت عايش في ميه البطيخ. وخبطنا على باب البيت وفتحت ست كبيره، قالت اهلا وسهلا امره. قلت لها الامر لله يا حاجه، الا بس سؤال، هو هنا في اوضه بتتاجر ب 70 جنيه في اليوم؟ هنا بصيت لصلاح باستهزاء لاني ما كنتش مصدق. قالت لي ايوه يا ابني كلامك صح، الاوضه هنا بتتاجر ب 70 جنيه. وقلت لها ازاي بس؟ طب سؤال، ده فندق ولا بيت؟ قالت لي لا ده بيت قديم، انا وحفيدي ساكنين في الدور الارضي، والدور اللي فوق بنأجر الاوضه اللي فيه، يعني في كذا اوضه متأجره، وطبعا ده بيساعد في مصاريف البيت ليا والحفيدي. وقلت لها حتى لو يا حاجه السعر قليل قوي. لقيتها سرحت وعينيها كانت بتفكر. قالت لي انا اسفه سرحت، اتفضل اطلع شوف الاوضه. وطلعت شفت الاوضه، لقيت السقف متمحر والحيطان بايشه من كتر الرطوبه. من الاخر الاوضه ما تنفعش، مبهدله خالص. قلت لها يا حاجه طبعا من وشك زي العسل، انما هي مش مريحه بالنسبه لي. يعني انا كاتب وبحب المنظر يكون هادي، لكن بصراحه المنظر هنا مش ولا بد. وطبعا زي ما انت عارفه ان الكاتب بيهمه المنظر العام، لان هو ده اللي بيحفزه عشان يكتب. فانا اسف يا حاجه، تتعوض ان شاء الله. فجاه لقيت بنت ملك الجمال اموره قوي عدت من قدام الاوضه وبسرعه. قلت لها يا حاجه بس انا بحب التحدي وهاجر الاوضه. صلاح قال لي مالك ياض يا هاني، غيرت رايك ليه؟ هو في ايه؟ قلت له يمكن ارتاح يا صاحبي، وبعدين ما انت قايل السعر كويس. قال لي ما انا قلت كده. قلت له افضل اندب بقى، خلاص يا عم صلاح هنأجرها. وفعلا اجرت الاوضه ونزلت الدور الارضي عشان الحاجه تاخد بياناتي. ولما خدت شنطتي وطلعت لقيت اوضه جنب اوضتي الباب بتاعها موارب. ولما بصيت لقيت ست كان شكلها عجوز وماسكه كتاب شكله قديم قوي، كانت بتقرا فيه وكانت مغطيه راسها، حتى ملامحها مش باينه، كان شكلها مريب قوي. لكن ما اهتمتش ودخلت اوضتي. بعد ما قفلت الباب ودخلت الشنطه لقيت حد خبط. فتحت الباب لكن ما لقيتش حد. قلت هنبتدي بقى شغل عيال صغيره. قلت ايه القرف ده، مش كفايه البيت قديم وكمان في اشتغالات؟ وبعد ما حطيت هدومي في الدولاب قعدت على اللاب شويه، قعدت لغايه الساعه 1. قلت كفايه كده، انا تعبت وهنام. نمت على السرير وقفلت النور. لكن شفت خيال عند الدولاب. قلت ايه ده، انت مين؟ وبسرعه فتحت النور لقيت الخيال اللي كان واقف اختفى. قلت وبعدين بقى في الليله الطين دي؟ لا قصدي مش ممكن، اكيد بيتهيألي. ولما قفلت النور عشان انام حسيت بنفس الخيال كان واقف. قلت لا انا كده اللي هشتغل نفسي، ولا هركز ولا هبص. وبعد ما نمت بساعه سمعت حد بيهمس بكلام مش مفهوم. فتحت عيني لقيت الست العجوزه ماسكه نفس الكتاب وبتقرا منه واقفه قدام سريري. وفجاه حسيت ان حد نام فوقيا، ما كنتش عارف اتنفس، ما كنتش عارف اتحرك. صرخت وكنت بستجد باي حد، لكن الست ما همهاش حاجه، كانت بتكمل قرايه. وفجاه صحيت من النوم. كان كابوس صعب قوي. قلت انا ايه اللي بيحصل لي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. واشمعنى الست دي اللي حلمت بيها؟ ووقفت في الشباك عشان اخد نفسي. لقيت الصبح جه والباب كان بيخبط، وكانت الحاجه كانت جايبه لي فطار. قالت لي صباح الخير اتفضل الفطار. وقلت لها تسلم ايدك، الا قولي لي يا حاجه صح، البنت اللي هنا مش ظاهره ليه؟ والحاجه بصت في عيني وضحكت ومشيت. قلت لها طب ايه مش هتردي يا حاجه؟ ماشي هعرف برضه. ودخلت فطرت ونزلت رحت الشغل. واخر اليوم رجعت تعبان قوي من قعده المكتب. قلت بس انا هنام، مش قادر اقعد على اللابتوب، ولسه هنام والنور قطع. قلت يا دي البيت اللي كله مشاكل وقرف. بس بيني وبينكم ال 70 جنيه هي اللي بتهون عليا، والبنت برضه. اصل انا لو فكرت اروح مكان تاني اقل يوم اصلا ب 1000 جنيه مش 70 جنيه، يعني اللي سلفتهم من صلاح هيخلصوا في يوم، لكن هنا هقعد 10 ايام وكمان هيبقى معايا فلوس. قلت انا كده بنام في الضلمه، فارقه معايا ايه النور قطع او لا، انا هخش انام. ونمت، لكن حلمت بالست دي تاني. كان معاها راس معزه وصدفه زحلفه، وكانت بتغليهم في ميه، وكانت بتبص لي بطريقه مرعبه. اتخضيت وصحيت من النوم. لكن بيني وبينكم اطمنت انه كابوس مش حقيقه. بس اشمعنى الست دي بشوفها في كل كابوس؟ وسمعت صوت، ببص لقيت حد قاعد قدام المرايه وكان بيقطع في لحم وشه
وشه زي ما يكون محروق، كان شكله غريب قوي. بصلي وكان جاي ناحيتي، وانا من الخوف ما كنتش قادر اطلع صوت ولا نفس. لقيت حط وشه قدام وشي وقال لي محتاج روحك ودمك. وهنا لقيته رحني في ايدي وخد مني دم. وفي نفس الوقت شفت عيل صغير عنده 8 سنين كان عريان خالص، قال لي اهرب من هنا. وفجأة صحيت لقيته كابوس من تاني، وكان الصبح. قلت ايه اللي بيحصل ده؟ البيت مسكون، انا في اللي مكفيني. قسما بالله ما قعدت ثانيه، انا لو فضلت هنا هتلبس. هنا طلعت التليفون وكلمت اخويا هشام، قال لي ازيك عامل ايه؟ قلت له بقول لك ايه، من غير سلام ولا كلام، انا هاجي ابات عندك. قال لي بات عندي؟ طب ليه؟ وقلت له بصراحه اتخانقت مع ندى مراتي ودلوقتي قاعد في فندق، طردتني من البيت. وقلت له المشكله مش في كده، الفندق اللي انا ساكن فيه شكله مسكون، بحلم بكوابيس وخايف منه. قال لي مش عيب عليك، واحد زي الضرفه زيك يقول خايف؟ قال لي وبعدين تعالى هنا، هتبات فين؟ البيت يا دوبك مكفيني انا وعيالي، واللي جاي على قد اللي رايح، ما انت عارف اللي فيها. قلت له بس تسلم يا عم هشام، انا هتصرف. لميت كل حاجتي وحطيتها في الشنطه ونزلت، ما كنتش عارف اروح فين. وقلت حتى لو هنام في الشارع مش مشكله، بس ما افضلش هنا، انا لو فضلت هنا هتجنن. لكن وانا على الباب قابلت البنت الجميله اياها اللي كانت ماشيه قدام الاوضه، وانا عند البنات ما بقدرش بروح. وقلت لها ازيك، الحلو كان فين؟ قالت لي الحمد لله موجوده، من الشغل للسكن. قالت لي بس استنى، واخد شنطتك ورايح على فين؟ قلت لها بيني وبينك المكان مش مريح، بحلم بكوابيس، ده غير الحاجات الغلط الكتير اللي بتحصل، وبكده المكان ده هيأثر على شغلي، مش عارف اكتب. قالت لي تكتب؟ ايه ده؟ انت بتشتغل ايه؟ كاتب يعني؟ قلت لها ايوه كاتب في جريده. قالت لي بجد؟ انا بحب الكتابه قوي، وبعدين تعالى هنا، انت لحقت زهقت مننا؟ وانا مع البنات ما بقدرش اقاوم، ما بقدرش اقول لا. قلت لها ازهق وازهق منك انت؟ قولي كلام غير ده. قالت لي ماشي، اطلع يا عم اطلع ربنا يهديك. وقلت لها اطلع فين؟ عندك في الاوضه؟ قالت لي لا، في اوضتك يا خفيف. وبعدين هتخاف من ايه؟ انا اصلا ما بؤمنش بالكلام ده. قلت لها بصي، اي حاجه هتقوليها هنفذها على طول، انا طالع. قالت لي يلا عشان متاخره واشوفك تاني، انت سامع؟ قلت لها اكيد، هو انا هحلك يا قمر. وفعلا طلعت اوضتي تاني وكنت مبسوط، قصدي خلاص السناره غمزت. وانا بفتح الباب بتاعي لقيت باب الست العجوزه اللي بتظهر لي في احلامي كان مفتوح، لكن لما دخلت اوضتها ما لقيتهاش. ولما نزلت دورت عليها في البيت كله برضه ما لقيتهاش، لكن لقيت باب قديم مفتوح وكان فيه سلم نازل لتحت، غالبا كده البدروم. ونزلت، لكن المكان كان مرعب، كان ضلمه قوي، وكان فيه ريحه دم على العفن على زفاره في كل حته. وفضلت نازل على السلم، لكن سمعت صوت. ببص لقيت الست الكبيره اللي بتطلع لي في الحلم، وكان في ايديها كيس اسود وزي ما يكون كان فيه حاجات. لكن فجاه لقيتها بتبص عليا وبتبتسم. طلعت جري على اوضتي، وانا بفتح الباب لقيت البنت واقفه بتقول لي مالك في ايه؟ شكلك خايف او مخضوض، ايه اللي حصل لك؟ قلت لها الست الكبيره اللي ساكنه في الاوضه دي اللي بتطلع في احلامي انا مش مرتاح لها. بصيت لي بصه باستغراب، قالت لي انا في حالي، خليك انت كمان في حالك. قلت لها صح، كلامك صح، بس انا واخد بالي انك في حالك وما بتكلمنيش. قالت لي ايه الرياكشن اللي انت فيه ده؟ من خوف لمياصه، هو في ايه؟ ما تتهد. قلت لها ان الله جميل يحب الجمال. قلت لها اصل انا قصاد العسل ما بقدرش اقاوم. قالت لي بقول لك ايه، فكك، بكره تقابلني ولا لا؟ قلت لها بكره؟ طب وماله النهارده؟ قال لك زعلان؟ انت هتهزر، انا بجد مشغوله، خليها بكره. قلت لها تمام، بس هنشوف انت قد كلمتك ولا لا. وسبتها ودخلت قعدت على اللاب، لكن الباب خبط. قمت فتحت برضه ما لقيتش حد. اتنرفزت وزعقت وقلت انت فين يا تافه اللي بتخبط على الباب؟ انا مش فاضي. لكن ما حدش رد. قلت اخش انام عشان اليوم يعدي. صحيت على صريخ عيل صغير، قمت من النوم وطلعت بره الاوضه اشوف ايه اللي بيحصل. ورحت ناحيه الصوت، لقيت عيل صغير قالع ملط ولابس سلسله وفيها دلايه على شكل مثلث مكتوب عليها كافر، وواقف جنبه الشيطان اللي كان بيقطع في لحم وشه اللي كان واقف عند المرايه بتاعتي. ولقيت الست اللي جنبي ماسكه كتاب وبتقراه ورايحه ناحيتهم، ولقيتها بصت لي وقالت لي ده وقت القربان. ولما الشيطان بص لي خفت وصرخت، وهنا صحيت من النوم ما كنتش عارف اخد نفسي، كان برضه كابوس. قلت لا اله الا الله، هو في ايه؟ اشمعنى نفس الشيطان ونفس الست؟ انا لازم افوق، انا هخش الحمام اتشطف. وببص في المرايه لقيت تحت عيني زي ما يكون في التهاب في الجلد، وطبعا معيش فلوس ولا اكشف ولا حتى اجيب دواء. حيالله ال1000 جنيه اللي خدتهم من صاحبي ساكن بيهم. ولقيت الباب خبط، فتحت
لقيت ياسمين جارتي كانت جايبه لي فطار وقالت لي زي ما وعدتك انا جيت لك اهو. انت مالك؟ شكلك متضايق، هو انت كويس؟ قلت لها مفيش، كوابيس كالعاده من اول ما سكنت هنا وكلها كوابيس. قالت لي مالك كوابيس ايه؟ ما تحكي. قلت لها عادي عادي ما تشغليش بالك، انت واقفه على الباب لسه؟ خشي تعالي كلي معايا. قالت لي لا مش قادره، انا جايب لك انت الاكل بالهنا والشفا. وقلت لها بقى مين اللي عامل الاكل ده؟ اوعي تقولي انت. قالت لي طبعا انا اللي عاملاه، يا رب يعجبك. قلت لها بصراحه هو شكله حلو لكن لسه هندوق، بس قبل ما ادوق ممكن طلب صغير؟ عايز رقم تليفونك. قالت لي اكيد طبعا خد الرقم. قلت لها بيني وبينك انا فكرت امشي من هنا، انا استويت كوابيس. قالت لي تمشي فين؟ هو انت تلاقي السعر ده بره؟ هنا السكن رخيص جدا، وبعدين مش هلاقي ايجار احسن منك. قلت لها هو الكلام ده اللي بيخلي الواحد عنده امل. لقيتها باستني وقالت لي باي ومشيت. قلت ولع الدنيا يا ابو هاني، شكلها وقعت ومحدش هيسمع عليها. وكنت مبسوط قوي. بصيت من الشباك لقيت صلاح على باب البيت. قلت البس الجزمه وانزل له نقعد على كافيه واحكي له ان مفيش اي واحده في الدنيا تقف قدامي. لبست الجزمه ونزلت لقيت الحاجه لكن ما لقيتش صلاح صاحبي. قلت لها صباح الخير يا حاجه، عامله ايه؟ هو صلاح في الحمام ولا ايه؟ قالت لي صلاح؟ صلاح صاحبك ما جاش يا ابني. قلت لها ما جاش ازاي؟ انا بصيت من الشباك لقيته بيخبط على باب البيت. قالت لي يعني هخبيه يا ابني؟ ما حدش جه يا حبيبي. مسكت نفسي واعصابي وقلت لها يومك سعيد، وطلعت بره البيت واتصلت بصلاح لقيت تليفونه مقفول. قلت هو في ايه؟ انا متاكد اني شفته، بس اقول لكم حاجه مش هشغل بالي عشان ما اتعبش. انا اروح اغير جو، اشرب شاي على القهوه، انا كده هتجنن. في نفس الوقت ياسمين جارتي نزلت مع الست اللي بتظهر لي في الحلم في البدروم، والست كانت بتقرا طلاسم من الكتاب اياه وبترش دم على ورق مكتوب فيه اسمي، وكانت صورتي موجوده معاهم. والست كانت جايبه ابره بتنغص في عينيا وبتقول طلاسم. وياسمين قالت لها ماما طلسم قلب الحبيب هيعمل حاجه مع هاني. الست العجوزه قالت لها ما تقلقيش يا بنتي، انا عامله حسابي على كل حاجه، اهم حاجه يا ماما نرجع ياقوت جوزي، هو ده المهم. قالت لها طبعا ما تقلقيش يا ياسمين، هعمل كل حاجه عشان ارجع ياقوت. بصراحه يا ماما انا خايفه اللي زكي اخوه يبوظ كل حاجه زي كل مره. قالت لها ما تقلقيش، زكي بيفكر في المخدرات وبس، وفي كل الاحوال هسكته. ياسمين قالت لها يا ريته كان مات بدل ياقوت. وامها قالت لها المهم دلوقتي عشان نبدا الطلاسم ناخد رضا ابليس، لان هو اللي هيوجهنا نعمل ايه بالظبط. وقالت لها يا ماما هناخده ازاي؟ هناخد رضاه ازاي؟ قالت لها بالقربان والمعاصي اللي هو بيحبها. امها قالت لها يلا بينا. خدت ياسمين ودخلت اوضتها، وكان موجود على السرير صلاح. ايوه صلاح صاحبي. وامها كانت ماسكه بخور وقالت باسم ابليس احيي روح ياقوت، نطلب الروح في المساعده لسحب جسد. وهنا جه زكي اخو ياقوت وقال لهم بتعملوا ايه؟ انتوا تاني. امها قالت له ابعد عن هنا، ابعد عن المكان ده. وانا ساعتها في الوقت ده كنت جاي من بره، لقيت زكي قابلني عند باب البيت وكان بيجري. قال لي نصيحه ابعد عن البيت ده، اهرب بقول لك. قلت له انت بتقول كده ليه؟ هو انت كمان شفت حاجه؟ انت مين يا ابني؟ قال لي اسمع كلامي هتروح بلاش، انا قلت لك وخلاص. ولقيته هو بيكلمني تنح وكان بيبص لحد ورايا. بصيت ورايا من خضته لكن ما لقيتش حد. قلت له ولا انشغلك مقبول. وفي لحظه سابني وجري، لكن بيني وبينكم قلقت من كلامه. لكن في نفس الوقت قلت انا هكمل في السكن عشان خاطر ياسمين الجميله. واول ما حطيت رجلي في البيت لقيت النور قطع. قلت يا رب ما اشوفش حاجه وحشه واليوم يعدي على خير، او حتى يكون حلم. انا تعبت اصلا من الحكايات دي. هنا سمعت صوت حد بيتكلم، فتحت كشاف الموبايل ورحت ناحيه الصوت، لقيته جاي من اوضتي. فتحت الباب لقيت ورق كتير على شكل مثلث مكتوب عليه طلاسم او كلام غريب نازل من السقف بتاعي، وكان اي ورقه متعلقه كان عليها دم، ده غير الميه اللي موجوده على الارض. هنا لقيت ياسمين جت ولابسه قميص نوم احمر وكانت عماله تبوسني وتقول لي اوعى تسيبني وتمشي. قلت لها امشي فين وانت كده؟ تعالي. وفعلا عملت معاها علاقه، لكن الغريب الميه اللي كانت على الارض بقت دم، وياسمين نفسها اتبخرت وكان الدخان اسود ودخل جوه بقي. كل الدخان دخل جوه بقي، اتشنكت وعظمي كله زي ما يكون كان بيتكسر. وهنا الجن مسني، اتلبست. هنا روح ياقوت كانت في جسمي. هنا ام ياسمين قفلت الكتاب وقالت لها المهمه تمت، سحر قلب الحبيب نجح واشتغل. هنا اغمى عليا بعد ما اتشنكت، ولما فقت روح ياقوت كانت في جسدي. بص على ايده وكان مستغرب وشاف الاوضه كلها وما كانش مصدق من فرحته. راح بص في المرايه شاف نفسه في جسدي وهيئتي، لكن كان مبسوط
ان روحه راحت لجسد حد تاني. في الوقت ده حد خبط على باب البيت، واللي فتح ام ياسمين. سبب البلاوي دي كلها لقت ضابط الشرطه بيقول لها ان في حد قريبها اسمه زكي لقوه ميت على الطريق. بصت في الارض وقالت الله يرحمه، انا جايه معاكم. بعد ما الشرطه ام ياسمين مشيوا، صلاح صاحبي جالي البيت وطلع لي الاوضه، قال لي بتصل بيك من امبارح ما بتردش ليه؟ بصيت له وقلت له عارف، انا حاسس اني اتولدت من جديد. قال لي عارف عشان قدمت استقالتك، لكن المدير بعتني ليك عشان ترجع شغل تاني وهيديك كل فلوس متاخره يا ياقوت. مبروك الجسد. وسابني ومشي. وهو نازل قابل ياسمين، قال لها اختي ياسمين. المهمه انتهت. كنت واثقه انك هجيب جسد حد روح ياقوت يسكنها. قال لها ما كانش فيه اي حد غير الغبي هاني، كانت حياته ضايعه وبتاع ستات، ما كانش ليه اي مستقبل. انا ريحته. هنا ياسمين بست ايد صلاح وجريت عليا، قصدي جريت على ياقوت. قال انت كنت مشتاقه لك قوي يا ياقوت. قال لها من غير صلاح اخوكي ما كانش فيه اي حاجه هتحصل. للي تاه مني انا افهمك ايه اللي حصل. صلاح صاحبي كان شايف حياتي كلها مشاكل، حياتي متدمره وبتاع ستات وما ينفعش في اي حاجه خالص، حتى الشغل. قال لي يعمل حاجتين، يستفاد مني ويعاقبني. وهيعمل كده ازاي؟ عن طريق سحر قلب الحبيب اللي بيه قدر يدس روح ياقوت في جسمي. لان اخته ياسمين لو ما كانش روح ياقوت رجعت كانت ماتت بالصرع، لانها كانت متعلقه بيه قوي وهو حب حياتها. وبعد ما خلصوا السحر وعملوه روح اتحبست في ام غراب. قصتي خلصت النهارده، لكن لسه ما خلص مغامراتي مع اهل الجن، لان ما بيني وبينهم لسه في كتير قوي. اي حد القصه عجبته ما ينساش يعمل منشن لاصحابه. ولو حد من اصحابك قال لك الكلام ده كله هبد ومفيش حاجه اسمها سحر، قول له لا فيه، لان سيدنا محمد بنفسه سحر. كل الناس تعمل شير ومنشن لاصحابها عشان ننزل قصص تانيه.